حاطط نفسك تحت الريسك ان الانفستمنت بتاعك يقل. صباح الغردقه عليكم، انا رامي كامل يا جماعه اللي ما يعرفنيش. في قهوتك وركز معايا او ما تركزش. سابقة الأعمال، ما تروحش كده تشتري في مشروع اوف بلان اللي هو تحت الإنشاء من أي حد، إلا لو ده حد أنت سامع عنه أو لما سألت عليه عرفت إن ده حد تمام وهيسلمك مشروعه في ميعاده. لو هيتأخر عليك أنا ما عنديش مشاكل، بس يسلمك. إن في ناس بتيجي من بره الغردقة يجي ياخد له حتة أرض أو يشارك على حتة أرض ويبتدي يعمل كامبينز بقى على الفيسبوك ويبيع ويدور وبتاع، وفي الآخر فين؟ هو اختفى. ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. انت هتنبسط لما يتنصب عليك؟ اكيد لا يا صديقي. لازم يكون بقاله من 10 ل 15 ل 20 سنه قاعد في الغردقه. ازاي اشتري من واحد ما مجهول؟ لو حاجه مبنيه اشتري، طالما مفتاحك قدامك هتاخده. ايه الموضوع؟ كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي اساسيات، لو قليت في اي نقطه منهم فانت كده حاطط نفسك تحت الريسك ان الانفستمنت بتاعك يقل. طبعا كل النقط دي لو انت هتنزل حلو كده بعضلاتك ونزل تشتري بنفسك، ولكن لو انت مش هتشتري بنفسك فانت محتاج تجيب معاك سمسار، بروكر يبقى معاك، ايجنت يبقى معاك.